يا مساء الخير حبايبي. اليوم طريقتنا بالدولمة البصراوية حامض حلو. طبعا اكو دولمة يحطوا لها شكر، اي نعم احنا اهل البصرة نحط لها شكر ونحبها حامض حلو. طبعا مو اغلب المناطق اهل البصرة يعني نحبها حامض حلو، واكو مناطق لا والله يحبونها مالحة حامضة. يعني كل شي حسب الذوق، حسب اختياركم. هنا بلشت الدولمة. طبعا معروفة المواد مالتها طماطة وبتيتة واللي مال يصير بالباذنجان هم خليته إلها، وشحم ولحم. وخليت لها طماطة وكشمش وبصل. وشنو عندش من مواد تحبين تضيفينها ضيفي حسب ذوقش. وهنا خليت دبس رمان، خليتها شوية نعناع، وخليت شبنت وخليت هنا أنا شوية ملح وليمون دوزي، وخليت دبس الرمان. طبعا ها خليته كله لأن بطنه صغيرون يعني مو كبير. خليت شوية شكر، وقلت لكم حامض حلو احنا نحبها. وهنا مثل ما تشوفون بديت اخلطها وجانس المواد كلها نسوية هالشكل. وخليت لها معجون لأن نحبها محمرة. وهنا أنا محضرة السلق. طبعا السلق قبل بوقت أنا شو أسوي، أقص لنا ونطفى كل الزين، وأخليه أسطرنه بالصغار بواحد والكبار بواحد، وهاي أخليهم بالقاعية مال الجدرية هالشكل، وأخليه بالمجمدة طبعا. وفي ساعتين ساعة ونبى أبلش أشتغل بيها. وهنا بديت ألفن الدولمة مثل ما تشوفون قدامكم. شنو عندكم؟ وهنا مثل ما تشوفون بديت ألفنها. طبعا البصل هم لفيت أكثر شيء أكثر من البوتيتا، وطبعا ما خليت طماطة لأن ما حبينا طماطة تكون وياها. وهنا أنا مثل ما تشوفون هذا هو السلق. راح يسهل عليكم باللف مالتها من تخلونه بالمجمدة. طبعا خاف تقولون الطعم يتغير، لا أبد والله الطعم مثل ما هو، بس مجرد ذابل بحيث تخلونه يعني هالشكل على مود يسهل عليكم اللف مالتها، بحيث لا تخلونه بعد ماي حار ولا تخلونه هالشكل ولا تقولون يتكسر عندنا. وهسه الموسم مال السلق نستغله بالدولمة. طبعا هنا أنا مثل ما تشوفون بلشت هالشكل. الكمية كلها راح اسويها والفنها هالشكل. وراح الفن جميعا راح الفن كل السلق نفس الشي. وراح اسوي هاي اخذ وحده وياكم هالشكل، ونوب نبلش نسلق الدولمة. هنا انا بلشت الدولمة. طبعا هنا طريقتي بالسلق مالتها، الطبخ مالتها العفو. هنا أنا مثل ما تشوفون طبعا قبل كل شيء هذه الحشوة زادت عندي أنا أحتفظ بيها بالمجمدة. أطلعها من المجمدة قبل بوقت لا استخدمها، تنفك من الثلج ترجع كما كانت، يعني كأنكم تو مسوين الحشوة، يعني ما أذبنها ولا شيء. هنا مثل ما تشوفون راح اسوي الصلصه مالت اللي اخليه على السلق مال الدولمه. طبعا هنا خليتها بالاول وخليتها شويه تلشع من جوا الدولمه، وخليت هنا الصلصه هاي مثل ما شفتوا سويتها قدام عينكم. ونقولكم سهمكم مليون عافيه، والطعم صار كله لذاذه ويجنن. وهاي هي النتيجه مثل ما تشوفون، بس مو بس المنظر، الطعم يجنن. سهمكم الف عافيه.